السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. بصوا، انا انا زعلانة منكم ليه بقى؟ لان انتم مش بتكتبوا لي تعليق ومش بتحطوا اللايك ومش مشتركين في القناة. يا ريت اللي يتفرج عليا يعمل لي اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. فيديوهات هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله. يا رب بس روتيناتي تعجبكم. بصوا، انا 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 بحلم دلوقتي بصراحه حلم، يعني نفسي ربنا يحققه لي. انا نفسي اوصل ل1000 مشترك. انا بتكلم بصراحه معاكم، يعني انتوا اخواتي وعيلتي وكل حاجه. انا نفسي اوصل ل1000 مشترك. تخيلوا بقى، في ناس ممكن نفسها توصل للمليون، لل100,000، لل500,000. انا دلوقتي بسيطه، يعني انا لسه بادئه. فانا نفسي اوصل ل1000 مشترك. يا ريت تدعموني وتعملوا لي اشتراك في القناه وتحطوا لي اللايك بتاعكم الجميل وتكتبوا لي دعوة حلوة من قلبكم. ماشي. وقولوا لي قولوا لي فيديوهاتك بتعجبني، بتعجبكم قولوا لي، او مش بتعجبكم برضو قولوا لي في التعليقات. انا هستنى ردكم. بصوا، انا اول ما قمت قلت احنا طبعا هنخرج النهارده، هتشوفوا كل حاجه في الفيديو. قلت اول ما اقوم لازم اعمل حاجتي الاول قبل ما انزل. فقمت كان عندي شويه غسيل على الحبل، لميته. وكان عندي شويه ابيض. رحت قلت اغسلهم وانشرهم قبل ما ابتدي بقى يومي. انتوا عارفين ان انا ببدأ بالبلكونة الاول، اول حاجة في الشقة، يعني ان انا بخلص الغسيل اللي فيها وبعد كده بدخل على الشقة. طبعا هنا كنت بنشر، كان ولادي لسه نايمين ما كانوش صحيوا. انا قلت اخلص حاجتي وهدخل. بصوا، انا النهارده طبعا انتوا هتستغربوا من عنوان الفيديو قوي، بس معلش بقى. ما انا لازم اقول لكم على اللي فيها بصراحه، عشان انا تعبت وجبت اخري. انا مش عارفه اعمل ادوني حل. يعني يا ريت ادوني. بص، هي دي مشكله عندنا كلنا، هي المشكله شاملانا كلنا. ادوني بقى حل. انا دلوقتي تعبت وجبت اخري من من الغسيل. اه والله الغسيل انا خلصت اهو، اخيرا خلصت. بس ده ما بيخلص يعني، ماشي، ده ما بيخلص. ادوني حل بقى، اعمل في الغسيل؟ انا مش عارفه اتلم على حاجه خالص، يعني كل ما انشر الاقي جوه في الغسيله وعايز يتطبق وعلى الحب. طب اعمل يا جدعان؟ اعمل مش عارفه. ما علينا. يعني بقى ربنا يعيننا كلنا على اللي احنا فيه. حاجه ولا بد منها. بس انا النهارده همشي واسيب له البيت، انا هسيب له البيت خالص يعني عشان ارتاح منه ويرتاح مني. بصوا، انا انا قلت بصراحه ولادي ما كانوش عايزين يفطروا الفطار قالوا لي لا يا ماما. كان في عندي بنين، كنت انا عامله من اول يوم العيد، كنت عامله كنت عامله لهم كريبات في البيت وكده. الجبنه اللي عملت بيها المكرونه في الفيديو اللي فات، دي كانت كانت فايضه عندي. فانا قلت خلاص، كانت في حته فايضه وعملت بيها المكرونه بعد ما عملت الكريب. النهارده بقى قلت ولادي كانوا عايزين ياكلوا. هنا قالت لي لا يا ماما، هاتلنا هاتلنا فينو وحمرنا البانيه وكاتشب وكده وناكل. قلت لها خلاص ماشي. بصوا، مكانش عايزين يفطروا جبن. انا ده كان زيت فايض عندي، ده كان زيت بانيه بصراحه. انا بسيبه في الطبق كده، ولما باجي بحمر بقوم بقوم قاليه فيه، قاليه بيه يعني. عامله له يعني اعاده تدويره كده. هو نضيف، هو ما فيهوش اي حاجه. بصوا، هو زي الفل ازاي في الطاسه، ما فيهوش اي حاجه. انا سبت بقى البانيه فوق وقلت قلت هحمره معاكم، بحيث ان احنا انا ما بعرفش بصراحه اخرج ولادي لما يعني نكون واكلين. بحس ان انا مطمنه، عشان كمان لو احنا كده كده عادي، يعني لو جوعنا هنتعشى عند امي او عند هنتعشى. بس لا، انا بحاول برضو ان انا على قد ما اقدر بنزل بقوم مغدياهم او معشياهم او مفطراهم على حسب الوقت اللي احنا نازلين فيه. بس فانا قلت قلت خلاص انا هفطرهم. كده كده كانت عندي الشقه رايقه، ما كانش عندي مواعين، كنت مخلصاها من بالليل. بس فانا قلت قلت هحمر البانيه وهدخل افطر. بس فانا فانا قلت هخلص يومي وهنخرج بقى. هنروح فين يا ام هنا؟ هنروح عند حماتي. قلت هروح اعيد عليها. بس خلاص، قلت بقى احمر البانيه. وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. هلبس ولادي وهت وهتشوفوا وانا ملبساهم ومصوراهم. قولوا ايه رايكم في لبسهم، وهتشوفوا برضو العباية اللي انا كنت لابساها. فانا قلت بصراحه انا عايزه يعني اعيش معاكم يومي النهارده من اول الصبح كده لغايه
لحد بالليل، يعني لحد مش بالليل قوي، احنا خرجنا برضو بالنهار. كانت على الساعة كام؟ كانت على الساعة ايه، 6 كده. بصراحة انا مش بحب اخرج في الشمس خالص، بحس ان انا متضايقة اوي في الحر، وكمان ولادي بيفضلوا بقى يعيطوا عشان هم صغيرين فايه، فما برضوش بصراحة. دي عقبة بالنسبة لي وانا ايه بجتنبها، مع اني وخروج الصبح جميل بصراحة، بس والله هم صعبانين عليا جدا عشان انا ما خرجتهمش خالص، ما رحناش في حتة. فمش عارفة اقول لي اروح فين يعني. بصراحة انا عايزة اخرجهم خروجة تاني. احنا النهاردة رحنا عند حميدي، طب انا بقى عايزة البسهم واخرجهم، نروح فين؟ مش جاية فكرة في دماغي، قولولي كده في التعليقات. بصوا انا قلت ايه، خلصت اهو. حطيت تاني ايه، ما شاء الله والله. بصوا انا بصراحة انا مش بشتري بانيه من بره بصراحة، ده انا اول مرة اعملها. ليه بقى؟ عشان انا ما كنتش جايبة بانيه في الفريزر من قبل العيد. لما جت بنتي اول يوم العيد وقالت لي ماما تعالي ناكل كريب، قلت لها خلاص روحي اشتري كيس بانيه وايه وهعمل لكم. انا عملت عيش الكريب هنا في البيت، لو عايزين طريقته هبقى اعمله لكم ان شاء الله. زي العسل. كل حاجة في البيت حلوة طبعا اكيد. ده طبعا معجزة ان انا اشتريت حاجة من بره، انا ما بشتريش. بس اهو، قلت يلا عشان احنا في عيد وكده، ما جاتش على يوم. طبعا ستات البيوت انتوا عارفينها بتحب الشقة والوقفة في المطبخ وكل حاجة تعملها لولادها في البيت. بس يعني احنا في عيد ما جاتش على مرة بقى، فاهمين؟ معلش عدوها لي بقى. بس وبعدين حتى لو اشتريت من بره، ما انا برضو بقف في المطبخ. طبعا اليوم ده انا كان عندي ايه، كان عندي اكل فيه، كان عندي عشاء بالليل. فانا قلت ايه خلاص طالما عندي عشاء افطر العيال. الفطار ده كان على الساعة كام، 3 كده، 3 ونص عقبال ما صحي. انا فطرتهم اهو. وقلت ايه، جبت خيارتين. انتوا عارفين ان انا لازم احط خضار جنب اي حاجة. وقلت ايه، وقلت هقطعهم في الطبق ده واحط كاتشب كمان. بصوا لو تابعوني لغاية دلوقتي حطوا لي بقى الايه، التعليق الحلو بتاعكم، وحطوا لي اللايك، واعملوا لي اشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم يا احلى عيلة في الدنيا. وادوني ثانية من وقتكم باللايك، يعني عرفوني ان انتوا بس بتشوفوني، انا مش بشوف حد بيشوفني، يعني انا بشوف مشاهدات بس عرفوني ان انتوا بتشوفوني وحطوني اللايك بتاعكم يا ريت. اتمنى يعني ان شاء الله. واتمنى كمان ان احنا نوصل ل1000 مشترك. والله بجد يعني ده حلم. انا بصوا اي ست بيت بتبقى بتتمنى ان هي ايه، يبقى ليها مصدر دخل ليها. طبعا ربنا يخليه جوزي وكل حاجة مكفيني ومكفي الولاد، بس احنا قاعدين في البيت يعني احنا بنعمل ايه؟ فدلوقتي زمن ان انتي ايه، بتعملي اي حاجة وانتي قاعدة، ما ينفعش القعدة دي. فانتي لازم تفكري، الست الشاطرة هي اللي تفكر وتدبر. بس يعني المهم فايه، فانا قلت احضر لهم السندوتشات وهدخل البس. بصوا يا عيني عيالي كانوا ايه، كانوا فرحانين جدا ان هم هينزلوا. اصل احنا مش بننزل من البيت، طبعا كانوا فرحانين قوي ان هم هينزلوا بقى وبالنسبه لنا دي، مع ان الشارع جنب الشارع يعني هو فرق بسيط قوي، بس هم فرحانين ان هم هينزلوا. بس انا والله ان شاء الله باذن الله هخرجكم باذن الله. بصوا انا كده خلصت خلاص، فتحت الفينو، بس هقفل بقى الشنطه ليه، عشان الفينو بينشف مش عارفه ليه. يعني عقبال انا ما بطلعه من الشنطه واخليه على الصينيه، وعقبال ما بعمل السندوتشات بلاقي الفينو نشف مني، حروفه بس كده هي اللي نشفت يعني. انا كنت جايبه بقى ايه كاتشب وانا طالعه. بس خلاص هنخلص يومنا النهارده وايه، وهدخل الصينيه كده خلاص هنفطر. بقول لكم اعملوا لي اللايك الجميل بتاعكم اوعي تنسوني. اهو بصوا يعني كل واحد محضر ايه، محضر طقمه ومعاه الكوتشي بتاعه. قولوا لي ايه رايكم في اللبس بتاعه، اتمنى يعجبكم. خلاص بصوا شاطر انا هنا كده شاطر لبستهم. عسل. بقول لي مازن ابني سلام اضحك يا سلام مازن، بس بيضحك ازاي سلام. فرحان ان سوري هو ايه، ان هو سوري، بيضحك. وريني وريني. بس بصوا اسلام ده الصغنن ومازن ده الكبير. بس فرحان ان هو بيضحك ازاي. ويجي بنتي الكبير، اكتبوا لهم بقى دعوة حلوة من قلبكم، يا رب يخليهم لي يا رب، ويخلي لكم اولادكم، ويحميهم من اي شر يا رب، اللهم امين. بصوا ده هنا كان الايه الاوتفيت بقى بتاعي. انا كده لبست العبايه ولبست الطرحه وخلاص. بصوا قولي بقى ايه رايكم. خلاص احنا كده، كنت هنا ايه، كنت بقفل بقى الباب وكنا ايه نازلين خلاص بقى، كان لسه برضه الصبح طالع اهو. شايفين اهو عيلتي كانوا ماشيين في الشارع. يلا كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.